ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ معاكم كينج وايلد دريفت، فيديو جديد. النهاردة معانا شرح كامل باتش 6.3 الوايلد دريفت. هنتكلم عن كل حاجة: النرف، البوفات، الرونز، السكن، وكل الحاجات الجديدة اللي هتخلي لعبك اقوى. خليكم معايا عشان نكتشف كل الجديد. وطبعا اهم حاجة متنساش الشير والسبسكرايب وتعمل لايك وتفعل الجرس، ويلا بينا. واول بطل معانا في التحديث الجديد يا ابطال هو جيس. اخد شويه بفات جامده وحلوه قوي في اللين واريح في المانا. تعالوا نشوف اهم التغييرات اللي حصلت. اول حاجه معانا يا ابطال، زودوا تجدد الصحه من 7.5 لحد 10. ده معناه ان جيس هيهيل اكتر وهو واقف في اللين بتاعه، ومش هيضطر يعمل ركول ويرجع بسرعه عشان يهيل. وتاني باف الجيس يا ابطال هو التاني مهارة في وضع المطاقة. دلوقتي جيس بيرجع مانا مع اكتر مع كل ضربة، من 12 لحد 24 على حسب الليفل بتاع الشخصية. يعني هتقدر تستخدم قدراتك بحرية وتضغط على الخصم وانت مش قلقان من المانا. وكمان زودوا الدمج بتاع المهارة التانية في وضع المطرقة. أول ليفلين بقوا أقوى بفرق واضح جدا، يعني جيس هيضرب جامد في بداية الجيم. الخلاصة يا أبطال، جيز دلوقتي أقوى في بداية الجيم، عنده مانا استن أحسن وضغطه على الخصم أنضف وأعلى دمج. لو بتحب تلعب جيس فالتحديث ده لصالحك 100%. وتاني بطل معانا خد بف هو أبو قرش جراجاس. وأول حاجة إنه خد في الباسف بتاعه، بدل ما كان بيقعد 8 ثواني ثابت بقى دلوقتي بيقل مع الليفل. وكمان أول مهارة ليه الكول داون بتاعها أو وقت التحميل بتاعها قل بنسبة نص ثانية في كل ليفل. تقريبا مش هتحس بأي فرق وانت بتلعب بيه، واللي هتحس بيه بالفرق إنه الدمج بتاعها زاد على المينيز، بدل ما كان 50 بقى 80% من الدمج بتاعه. وكمان أخد بف في أول مهارة، الضرر اتزود في المستويات الأولى، يعني تاني مهارة دلوقتي هتكون أقوى في بداية الجيم. والبطل التالت اللي عندنا النهاردة وهي زيري. وأول تغيير حصل إنها بدل ما كانت تبدأ الجيم بضرر هجوم 54 هتبدأ ب58 ضررها الأساسي. تاني حاجة معانا تالت سكيل، بقى الكول داون أو وقت التحميل بتاعها قل في الليفلات الأعلى، وبكده تقدر تستخدمها أكتر في الفايتات. ونيجي بقى للنرف يا أبطال، وأول بطل واخد معانا نرف هو رامبل. أخد نرف على أول قدرة ليه، الضرر الأساسي بتاعها قل بنسبة 20 دامج على كل ليفل، وضرر منطقة الخطر قل بنسبة 30 دامج على كل ليفل، وده بيخليه أضعف ضد الخصوم في بداية الجيم، ومش هيقدر يعمل نفس الضغط والبوش اللي كان بيعمله. ونيجي لتاني بطل معانا هي شيفانا، واخدت نرف التاني سكيل، وده هيفرق معاها جدا في سرعة الفارم بتاعة الجنجل وهيخليها أبطأ شوية. وتاني نرف أخدته شيفانا في السكيل التالت بتاعها، اتخفض السكيلينج بتاعها، بدل ما كان 30 زائد 4 لكل ليفل بقت 25 زائد 3، وده بيقلل الدمج المستمر بتاعها في الفيطات. النرف دي بتقلل قوتها شوية خصوصا في آخر الجيم. وتالت بطل معانا هو فيجو، المهارة الأولى بتاعته بقت أضعف ب5 دمج في كل مستوى، والنرف ده طبعا هيأثر عليه في بداية الجيم. وتاني نرف معانا هو الألت بتاع فيجو، ضرر المنطقة اتخفض من 120% ل110% من الأتاك دامج، وده بيقلل البريست بتاعه خصوصا في التجميع أو البيلد اللي هتبنيه لو هتبنيه كرات. يعني من الآخر كده فيجو بقى أصعب بقى أضعف شوية في إنه ينهي الفايت بوان شوت. ورابع بطل معانا أخد نيرف هو لي سين، وده أكتر بطل أنا زعلان عليه عشان ده المين بتاعي. ودلوقتي بالنسبة للمهارة الأولى، لما تستخدمها أول مرة كانت بتعمل 105% ضرر، دلوقتي بقت 100%. والاستخدام التاني كانت بتعمل من 105 لحد 210 ضرر، دلوقتي بقت من 100% لحد 200%. يعني الضربات بقت أضعف شوية. وكمان يعني مش كفاية نرفوا المهارة الأولى، كمان عملوا نرف للألت بتاعته، بدل ما كانت بتدمج 200% ضرر دلوقتي بقت 180. هو أصلا ليسين عنده إيه بيدمج بيه غير الألت والأول مهارة؟ خلاص كده الدمج بتاعه كله وقع وبقى خارج الميتا تماما.
واخر بطل معانا في النيرف هو لوشن، حصل له نيرف في الباسيف بتاعته. الضربة التانية قبل التحديث كانت بتعمل ضرر 40 و52 و65% حسب المستوى. دلوقتي بعد التحديث بقت 35 و50 و65، يعني هو بس هيبقى ضعيف شوية في بداية الجيم، لكن في نهاية الجيم عادي هيبقى زي ما هو وبنفس قوته. تاني نيرف أخده لوشن أخده في السكيل أو المهارة الأولى، كانت بتدمج 90 و135 و180 و255، ودلوقتي بقت 80 و125 و170 و215. يعني كل المستويات بقت بتعمل ضرر أقل شوية. يعني التحديث ده قلل الضرر في المهارات الأولية عشان يوازن اللعب. خليك دايما في أول الجيم العب بحذر وما تندفعش. وفي شوية تغييرات بسيطة هقولك عليها. تقريبا دلوقتي Galaxis لما بيموت need الباسيف بتاعه victims. بدل ما كان بيخسر 50% بقى بيخسر 25% بس. وعندنا كمان برد الأجراس بقت ترجع أسرع، بياخد علاج أكتر وضرر أقل. وعندنا The كمان wild نيدالي calls. ضررها I اتزود answer. شوية وبقت بتاخد ضرر أقل. وكمان عندنا ويروك العلاج بتاعه بقى أفضل والضرر اللي بياخده بقى أقل. وعندنا كمان إيريليا وزينجا وأولاف دلوقتي علاجهم بقى أقوى، بقى بدل ما كان 100% بقى 120%. Me. وعندنا كمان أرورا بقت بتاخد ضرر أقل. Do not وسواين see. ضرره وعلاجه عليه بنسبة 10%. وميليو العلاج Stick with بتاعه me. قل I'll شوية. keep you warm. وليليا وجارين You وراموس indeed ودكتور are ماندو always for the دلوقتي Mafia. بياخدوا ضرر أكتر، Are you the وكمان hunter كيسات الضرر or اللي the prey? بتعمله قل. ونيجي بقى للرونز، ومعانا أول رونز حصاد الظلام، ودي حصل لها نيرف. الضرر الأساسي بتاعها بدل ما كان 50 بقى 40 وقلت شوية، وده هيقلل شوية في الهجمات بس هتبقى شغالة برضه. تاني رونز معانا يا رونز صاعقة الكهرباء ودي أخدت نيرف برضه. كانت قبل التحديث كانت 40% ضرر هجوم إضافي زائد 25% قوة القدرة. بعد التحديث بقت 35% ضرر هجوم إضافي زائد 20% قوة القدرة، يعني أقل تأثير شوية على الهجوم والقوة. وآخر رمز معانا هي رمز حركة الأقدام الرشيقة. القتال القريب أي شخصية بتضرب من قريب، يعني العلاج كان 60% بقى 35%. واللي بيضرب من بعيد يعني الرينج بتاعه عالي، العلاج كان 20% بقى 15%. يعني العلاج قل سواء أنت بتضرب بطل رينجه قريب أو بطل رينجه بعيد. والايتم الوحيدة اللي معانا في التحديث ده هي ايتم اعصار رونان. قبل التحديث كل صاعقة كانت بتعمل 55% من ضرر الهجوم كضرر مادي، بعد التحديث بقت 60%. يعني من الآخر التحديث زود الضرر اللي بتعمله على بمقدار يعني 5% ضرر هجوم. ده يعتبر تقوية بسيطة للأيتماية بس مش تغيير كامل. الهدف منه إنك مع كل ضربة تضربها تعمل دمج أكتر. واخر حاجة معانا النهاردة هي السكنات الجديدة. معانا سكن ايكو ترو دامج، ده هيكون ليجندري. وبعدين معانا سكن ياسو ترو دامج وده هيكون ايبك. ومعانا اكالي ترو دامج ودي هتكون سكن ايبك برضو. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. ويبقوا اكتبولي في الكومنتات ايه اللي عجبكم في البفات او النرفات، ومتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم.